close till I get up. Time is barely on our side. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض القرنبيط بطريقة ولا فراخ كنتاكي، حاجة كده في منتهى الجمال. شايفين المنظر ومقرمش ازاي وجميل؟ تعالوا مع بعض نشوف بقى المقادير والطريقة. هنشوف المقادير مع بعض. بصوا يا حبايبي، معايا قرنبيطة ماشي، بتجيبيها بتقطعي راس من فوق وتقطعي قطع زي ما انت شايفه كده بالشكل ده، قطع كبيره كده. وبعد السلق طبعا هنقطعها قطع صغيره بس عشان ما تتهريش مني. تمام، وبغسلها كويس جدا. ومعايا بقى البهارات بتاعتي. عندي بتاعتي، عندي كركم وعندي بهارات وعندي بصل باودر، توم باودر، بابريكا، فلفل اسود، حبهان، كزبره. وعندي كل حاجه معلقه كبيره، معاها طبعا فلفل اسود والحبهان نص معلقه صغيره. ومعايا ملح وكمون ده يكون للسلق. ومعايا كوبايتين دقيق، ومعايا كوبايه نشا. انا حاطه هنا نص وهنا نص، وهعرفكم طبعا في الاخر هنعمل ايه بكل ده. طريقه القرنبيط دي تحفه جدا وهتبقى عامله زي كنتاكي، يعني اللي ما بياكلش القرنبيط ان شاء الله هياكلها بالطريقه دي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط ملح وكمون هنا في الميه بتاعتي وهي بتغلي، بس معلقه صغيره كمون كده عشان خاطر ما يسودش مني. هبتدي اخد القرنبيط بتاعي زي ما انتم شايفين كده، وهحطه في الميه الورده باصه لفوق بالشكل ده. طبعا انا بكلم سنه اولى مطبخ معايا. اخلي الورده كده، وانا متعمده اقطعه كبير علشان خاطر ما يتهريش مني. هيقعد على النار من 5 دقايق ل7 دقايق بالظبط. تمام حبايبي. واول ما يتسلق طبعا زي ما انتم عارفين هاجي اوريكم هنعمل ايه. شايفين الورده باصه لفوق كده؟ هغطيه من 5 ل7 دقايق. اول ما يسيب احط الشوكه كده في العرق بتاعه من تحت. اول ما تستوي هاجي اقول لك نعمل ايه. شايفين يا حبايبي؟ رجعنا معاكم اهو، واستوى القرنبيط. خد 10 دقايق بالظبط لان انا مقطعاه كبير. انا همسكها كده بسم الله الرحمن الرحيم، اطلعها بالراحه. هحطها في ميه بارده، ميه من حنفيه عادي خالص بالشكل ده عشان اوقف عمليه السلق. لان انت طول ما انت حطاه على بعضه هيفضل برضو يتهري منك، يتسلق ويتهري منك. انا هحطه كده في ميه بارده عاديه من الحنفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين هخرجه بالشكل ده. هطلع بقى الكميه كلها ابردها في الميه البارده كده وارجع اوريكي هنعمل ايه. ورجعنا حبايبي زي ما انتم شايفين، طلعته كله من الميه الساقعه وحطيته كده وقطعته بقى بالطريقه دي. سبت واحده اقطعها معاكم، بتيجي من تحت كده بسم الله الرحمن الرحيم وتروحي مقطعه كده طرنشات صغيره. شايفه كده الحجم بقى اللي انت عايزاه والتقطيعه اللي انت عايزاها، بس كل ما تبقى رقيقه كده بتبقى جميله جدا في الطريقه دي وفي القلي ده. شايفه تبقى بالشكل ده. تمام. نشوف بقى هنعمل ايه تاني مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد كوبايه دقيق من دول ومعاهم نص نشا. تمام، كوبايه دقيق ونص نشا. هنزل عليهم بالتوابل اللي انا قلتها قبل كده، وبعدين هقلب كويس. طبعا هحط ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. نسينا الملح. نقلب كويس الخليط كده على بعضه. وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم نحط بقى الميه كده. انا لا عايزاه تخين قوي ولا عايزاه سايل قوي، يبقى القوام بتاعه يعني متماسك كده شويه. اقلب الخليط ده كويس. انا حاطه في الدقيق معلقه بيكنج باودر كبيره، برضو نسيت اقول في معلقه بيكنج باودر هنا في الموضوع. تمام بالشكل ده. خلاص انا عايزاه القوام ده زي ما انتم شايفين كده. طيب هعمل ايه تاني؟ هاخد بقى كوبايه دقيق برضو هنا ونص النشا التاني بالشكل ده. هقلبهم على بعض
ونبتدي بقى نشتغل ونقلي دلوقتي على طول. هنقلي ازاي؟ هنقلي زي ما انت هتبقى مقرمشه وزي طريقه كنتاكي بالظبط. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد بسم الله الرحمن الرحيم كده، وعندي طاسه زيت على النار بالشكل ده. نشيل بقى الحاجات كده اللي ملهاش لازمه ونبتدي نشتغل. بسم الله. هاخد من هنا على الخليط السائل ده، هرجع هحطه هنا على الدقيق اللي انا حاطه عليه ايه نشا، وانفض كده. ارجع تاني هنا، شايفين كده؟ ايه رايكم؟ اهو شايفين؟ وانزل تاني في الدقيق ده الخليط التاني ده، وارجع على النار جري كده. شايفين النار اهي فيها زيت سخن. يلا نعمل واحده تاني مع بعض. هاخد من هنا على العجينه الخليط السائل، ومن السائل انزل على ده، وبعدين من هنا وانزل على الدقيق اللي فيه نشا تاني، وارجع احطه هنا كده تاني. انا زودت المره دي مره عشان انت ممكن تعملي كده على اساس انه يبقى فيه طبقه اكبر يعني. وانت مضايقني جدا وانت باظ خالص. وهحطها كده ماشي، يعني ممكن تعمليهم مره مرتين او ممكن تحطيهم 3 مرات. انا بقى هعمل كل الكميه دي دلوقتي زي ما انتم شايفين كده، احطها في الزيت وارجع اوريك النتيجه. رجعنا يا حبايبي زي ما انتم شايفين، طلعته من الزيت من الطاسه. شايفين شكله بقى ولونه جميل ازاي؟ ايه رايكم؟ بذمتكم مش عامله زي فراخ كنتاكي؟ يعني ولادكم لو حطيتوه قدامهم مش هيصدقوا ان ده قرنبيط. سامعين الصوت؟ شايفين جامد ازاي؟ مقرمشه من بره وطريه من جوه، حاجه وهم. بصوا حتى مدي الشكل ازاي زي كنتاكي. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده في منتهى الجمال. هتجربوه ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا جدا. ويا ريت لو عجبتكم لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.